السلام عليكم. مسا على الناس الكويسة. لو دي أول مرة ليك تسمعني فانصحك بأنك تعمل لي سبسكرايب دلوقتي حالا وما تفكرش كتير وتفعل الجرس اللي تحت ده عشان اللي هتسمعه دلوقتي هيفجر لك دماغك وهتدمنه. اتفقنا؟ يلا بينا. نيكو The Curious Chameleon. اتولدت نيكو في جزيرة بعيدة ومحدش يعرفها تقريبا. الجزيرة دي كان فيها الناس اللي اتبقوا من قبيلة أوفيكات، ودي كانت قبيلة كبيرة جدا وبعيدة قوي عن بقية العالم. الناس في قبيلة أوفيكات كانوا ناس سلميين، ولكن كان عندهم قدرات غريبة مش عند حد تاني، لدرجة انهم كانت أرواحهم بتدخل أجساد كائنات تانية أول ما يقربوا من الكائنات دي، فيبقوا هما والكائنات دي حاجة واحدة، وكانوا يقدروا يقلدوا الكائنات دي بالظبط. ما كانش في أسرار بين الناس في قبيلة أوفيكات، لكن في شوية منهم عندهم فضول زي الشابة نيكو كبرت وهي بتحب الألعاب قوي، وكانت بتخبي أفكارها وألعابها دايما علشان تعرف لو في حد يقدر يكتشفها ولا لا. كانت شابة بريئة ونقية وعندها فضول ملوش حدود، لكن مش دي النهاية. كان في كارثة هتحصل، وبسبب ان الشيوخ أوفيكات فكروا بسرعة وضحوا بنفسهم قدروا ينقذوا نيكو من الكارثة اللي حصلت في وطنها. اتحولت لطائر وهربت من الدمار الفظيع، وكانت حاسة بصوت صراخ أهل وطنها وهي بتطير وبتختفي بعيد عنهم. وبعد أيام كانت نيكو تعبانة ومحبطة ووقعت في البحر، لكن نيكو مسكت الخشب الطري علشان ينقذها من الغرق، وفضلت تقاوم الأمواج لحد ما فجأة شافت ظل الحاجة غريبة وفضلت تعوم ناحية الحاجة الغريبة دي. مع آخر قوة فيها قدرت نيكو إنها تطلع على حاجة. عرفت بعد كده إنها سفينة تجارية رايحة لهارلبورت. قعدت نيكو في المكان اللي وصلت له في السفينة واستريحت. فضلت تدعي للقبيلة بتاعتها، لكن حست بالحزن والدمار اللي حصل لها، وشافت صور أشجار ميتة، وده كان رد على دعاها. لما نيكو خرجت من السفينة للمدينة كانت بالنسبة لها عالم جديد وغريب هي مش متعودة عليه. ممكن أي مخلوق ولو حتى من قبيلة أوفيكات إنه يخاف من الموقف ده، لكن مش نيكو اللي تخاف. كان عالم ضخم قوي مليان شخصيات مختلفة وغريبة عن اللي هي تعرفه. كان مليان قصص وتجارب كتير شدتها قوي. البحار اللي كان اسمه كريت لقى نيكو وسألها عن اسم قبيلتها، لكن نيكو ما كانتش فاهمة كل كلامه، وحاولت تدخل بروحها جواه علشان تقدر تقلد تعابير وشه عشان يفهمها وتفهمه. وفضلت كمان تغير في شكلها أكتر من مرة، لكن فشلت إنها تفهم كريت لحد ما هربت بعيد عنه. وصلت نيكو لمناطق بعيدة ورا هارلبورت، وكان حواليها أوراق الشجر والخضرة الاستوائية علشان تواجه آخر تجاربها في العالم ده. كانت بس مش قادرة تفهم ازاي الواحد يقدر يتعامل مع الناس عن طريق الكلام بس. كانت شايفة ان دي طريقة مش كفاية ابدا. حاولت نيكو انها تلاقي حاجة تناسبها، فتحولت لقطة زي القطط اللي كانت بتقابلها بين الشجر، وحاولت انها تجري معاهم زي ما بيجروا. نيكو عجبها قوي انها تكون سريعة ومرنة زي القطط، وعيونهم فكروها ببيتها اللي سابته في الدمار وهربت. فجأة اتحولت القائدة بتاعت القطط لست جميلة وقوية وشعرها غامق. قالت لنيكو إن اسمها نيدالي، ووافقت بالعافية إن نيكو تفضل معاهم. نيكو كانت مترددة إنها تحكي لهم عن قبيلتها أوفيكات وعن قدراتهم الغريبة، لكن كانت حاسة إن نيدالي قريبة منها قوي، وبقوا أصحاب وفضلوا شهور كتير ماشيين مع بعض في الغابة. نيكو شافت جدودها في الأحلام كتير، وكانوا بيوروها فروع دبلانة في أشجار ميتة. الأشجار كانت محتاجة لون علشان تنبت زهور تانية. نيكو كانت متأكدة من معنى الأحلام دي. طلبت نيكو من صاحبتها إنها تيجي معاها في الرحلة الجديدة، لكن كان صعب إنها تقدر تقنع نيدالي. برغم إن نيكو كانت مترددة، لكن كانت مصممة على الرحلة وبدأت لوحدها. كانت ممكن حياتها القديمة في قبيلة أوفيكات تضيع وخلاص، لكن كانت دايما بتتخيل إن ممكن تتمنى إن ممكن يبقى في قبيلة أكبر فيها كل الكائنات اللي بتحب بعضها وجزر وبشر، وأي كائنات تانية بتتمنى كده زيها. كل واحد يقدر يلاقي مكان ليه في قبيلتها الجديدة دي. كانت نيكو مصممة إنها تدور على الأرواح دي وتساعدهم، وإنها تدافع عن قوتهم الروحية بحياتها.
لو عرفت نيكو هتحبها، ولو حبيتها هتكون نيكو. نيكو كانت عارفة أشكال البشر كويس، وما كانتش بتستغرب منهم أبدا ولا من حركتهم، لحد ما وصلت للمكان اللي فيه وحش كالدوغا. المكان القذر ده عملته قبيلة من البشر اسمها نوكسيانز في مكان قريب من الغابة، وعاشوا فيها شوية. نيكو فضلت تسأل نفسها، يا ترى الناس دول طيبين؟ يا ترى بيحبوا العيش اللي بجبنة؟ كان في أسئلة تانية في دماغها، لكن قررت تكتشف بنفسها. بالليل فضلت ماشية وهي بتستخبى في الظل لحد ما وصلت للبوابة. لقيت حارس واحد واقف عليها. دي ما كانتش مشكلة أبدا بالنسبة لنيكو. نيكو كانت بتحب تتنكر، لأنها لما بتتنكر في شكل حد تاني بتشاركه في قوته الروحية، وده كان بيخليها تحس بمشاعر كتير معقدة. نيكو تواصلت مع قوتها الروحية وقبلت تروح الحارس. ظهر اسمه في عقلها، واسمه كان EY. EY كان بشرته غامقة وعيونه بيضاوية وجميلة. نيكو تحولت زي الحرباية بالظبط لشكل EY. نيكو انتهزت فرصة إهمال الحارس وقدرت تعدي البوابة وتدخل جوه في الممرات الهادية. فجأة سمعت صراخ بينادي وهو مستغرب وبيقول EY ارجع مكانك. كان راجل تخين ومعه شوية من جذور التافهة المحمصة ورغيفين من العيش القشري. نيكو قلدت صوت EY وقالت اصل انا سمعت دوشة، شكلهم كده العرايس الدموية، الأحسن إننا نمسكهم وبعدين نقعد ناكل فطيرة. اندهش الراجل التخين وعيونه وسعت قوي وهو بيقول انت بتقول ايه، ان في حد دخل؟ نيكو ما فهمتش كلامه فهزت راسها وخلاص، وده كان ممكن يسبب لها مشاكل طبعا. الراجل رد وقال وحوش الغابة ممكن يكونوا جايين يستكشفوا المكان، انت بتعمل ايه هنا؟ روح شغل الانذار. ردت نيكو وهو فين الانذار؟ صرخ الراجل وقال انت اتجننت يا EY، هروح انا اشغله، بس لازم تروح لدكتور بعد ما اللي حصل ده ينتهي. الراجل التخين مشي وحشر الاكل في جيبه، لكن قبل ما يمشي تحولت نيكو لشكله وسابت شكل EY. نيكو قالت بصوت عالي يوبرز. كان اسم مضحك بالنسبة لنيكو انها تقوله. يوبرز ما كانش حابب انه يكون في الصف الاول من الحرب، وكان خايف من هجوم الوحوش. نيكو حبت شخصية يوبرز. وهي ماشية في الممر اللي مليان بالابواب سمعت صوت دوشة في الجنينة الرئيسية. بصت من الشباك لقيت يوبرز الحقيقي بيتخانق مع EY الحقيقي. بونج 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 بونج. ده كان صوت الانذار اللي استغربته نيكو وهي في شكل يوبرز. كل الابواب اللي في الممر اتفتحت وخرج منها الجنود لابسين نص هدوء وبيحاولوا يطردوا النوم من عيونهم، وطلبوا يجروا بسرعة ناحية الحديقة الرئيسية. نيكو حاولت تبعد عنهم، لكن لقت نفسها مع الجنود كتير قوي معاهم أسلحة في الحديقة الرئيسية. EY قال بصوت عالي كله غضب وتحدي أنا مش فاهم أنت بتتكلم عن إيه، أنا كنت واقف بحرس طول الليل. رد عليه يوبرز لا 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 أنت كنت في الثكنات يا ابني. وبعد كده شاور على EY وقال للجنديين اللي كانوا حواليه اقبضوا عليه. وبعد كده حصل اللي حصل. يوبرز شاف نيكو وهي في شكل يوبرز، وقبل ما يوبرز والجنود يفهموا اللي حصل ده حقيقي ولا لا، كانت نيكو اختفت من شكل يوبرز وبقت شكل شخص تاني خالص. المرة دي نيكو تحولت لشكل محاربة اسمها سيدا. سيدا كانت محترفة قتل وحشية شريرة جدا. سيدا جريت بسرعة لما سمعت صوت الانذار لدرجة انها نسيت تلبس حاجة في رجليها، ودي كانت حاجة كويسة بالنسبة لنيكو والسيدا كمان، لان هما الاتنين بيحبوا يمشوا حافيين. حصلت خناقة بين الجنود والاتنين سيدا اشتبكوا معاهم. لما الخناقة خلصت فضلت سيدا واحدة بس، وطبعا هي سيدا الحقيقية، لكن يوبرز أيدها بالسلاسل، فقالت ان هو كمان كان في منه اتنين فأيدوه هو كمان بالسلاسل. وبعد كده EY الموضوع ده فضل شوية كده سلاسل داخلة وسلاسل خارجة ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. حتى القائد ما كانش عارف ولا متأكد من سبب اللي بيحصل ده. لكن نيكو ما تحولتش لشكل قائد أبدا، وده خلاهم يشكوا ان القائد نفسه يكون مخبي عنده وحوش. نيكو عرفت من تحولها لاشكالهم انهم مش بيحبوا القائد، لانه خسر حرب كبيرة وخسر كمان رتبته، علشان كده كلهم انقلبوا على القائد وكان هو اول واحد يموت. موت القائد خلى الفوضى تسوء اكتر، وكل الجنود فضلوا يصرخوا في وش بعض ويلوموا ويتهموا بعض. بعضهم كان مصدق ان اللي حصل ده سحر، وفي جندي حكى لهم حكاية مخيفة عن وحوش نبات الغابة اللي بيحول الناس لنسخ مجنونة منهم. نيكو حاولت تهديهم وقالت افرضوا ان مفيش وحش، افرضوا ان حد لطيف بس تاهي وخايف وعاوز بس يكون عنده اصحاب ويعيش سعيد. ها It's fun to walk around in different skins. طبعا كلهم عرفوا على طول ان هو ده اللي بيدوروا عليه.
ورفعوا سيفهم وابتدأوا يطعنوا في بعض. اتبقى منهم 4 جنود بس. ال4 جنود فضلوا يبصوا باندهاش وخوف للجثث والدم اللي في حواليهم، ويبصوا لبعض، ونيكو كانت بتراقبهم من عند تلاجة الأكل. سيدا قالت القائد ما كانش عاوزنا نسيب موطننا، وبعد كده ركعت عند جثة القائد وقالت النفي أو الموت هما مستقبلنا. يوبرز قام وقف وقال احنا هنبعث الخفاش يشوف الموضوع. الوحوش انتصروا على كالدوجا، احنا مش متوقعين اننا نعيش، لكن احنا هنموت علشان خاطر نوكسس. بعد كده نسيب موطننا، سيبوا الجثث مكانها. سيدا انت هتروحي من الشمال، وجورنك هيروح من الشرق، وإيواي من الغرب، وأنا من الجنوب. لو حد فيكم هيعبر مع التاني هيبقى دي مبارزة لحد فيكم لحد الموت. إيواي بص اليوبرز بحذر وقال أو الموت ليك. هو ده الوحش المتخفي. بعد ساعة مشيوا الجنود، لا بصوا على موطنهم ولا على بعض حتى، لأن كل واحد راح من طريق مختلف، وبرضه ما كانوش متأكدين من السبب في اللي حصل ده. نيكو حست إن البشر دول بجد مخلوقات غريبة جدا. No one expects Nico to not be Nico and to be not Nico instead. لو عاوز نعمل قصص اكتر من النوعيه دي ونبدا بقى نعمل قصص الشامبيونات مع بعضيهم وضرب النار اللي بيحصل بينهم ده، اكتب لي تحت في الكومنتات عايز قصه مين في الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه حالا وتشغل جرس التنبيهات عشان يجيلك اي فيديو ليا اول ما ينزل. وبقول لك ما تنساش تدخل على الجروب السري بتاعنا اللي تحت في الديسكربشن عشان بنعمل فيه جوائز وجيف اويز كل يوم. ما تنساش تعمل شير للحلقه ومنشن لاصحابك عشان بيكو ومعاكو هنكبر وهنبقى أكبر قناة للقصص في الوطن العربي بإذن الله. واوعى تنسى إن دعمك هو أساس نجاح القناة. الهدف الجاي هو 50,000 مشترك بإذن الله، وبيكو هنوصل. بحبكم كلكم، يلا سلام.